Félicitations à l'école. Ah, Kylian, il travaille. C'est Mbappé, Mbappé qui va faire ça تخيل معي عزيزي المشاهد أن هذا الطفل البريء هو من سينقذ الفريق من الديون بعد سنوات بملايين اليوروهات. منذ أن كان طفلا يركض خلف الكرة في ملاعب الأحياء، شهدت شوارع المدينة ولادة موهبة استثنائية، حيث أصبحت موهبة فرنسا كلها. مع كل تمريرة دقيقة وكل هدف يسجله، كان كيليان مبابي يؤكد للعالم أن هذا الانتماء ليس مجرد كلمة، بل هو جزء لا يتجزأ من هويته. وحين حانت لحظة الحقيقة، حين احتاج الفريق لبطل حقيقي، كان كيليان مبابي حاضرا لينقذ فريقه من الصعاب، مؤكدا بذلك أنه ليس مجرد لاعب، بل هو رمز للولاء والعطاء. فبعد صفقة حارس المرمى الجزائري أنتوني ماندرياو، وبعد الدول التونسي علي العابدي، وتعزيز تشكيلة الفريق ودعم جميع الخطوط، لا يزال الفريق يحقق نتائج متواضعة، كما أنه سيستعد للتنافس في الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي للموسم السادس على التوالي. أصبح الوضع أكثر صعوبة مع كثرة الديون، حتى فوجئ العالم بقرار النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب 25 عام دخول عالم الاستثمار الرياضي بشراء معظم أسهم نادي كان الفرنسي، بعد محادثات ومفاوضات خلال الأيام الماضية مقابل ما يقارب من 20 مليون يورو، ليكون واحدا من أصغر ملاك الأندية على مستوى القارة الأوروبية. وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن مبابي دفع القيمة الأكبر لأسهم النادي، كما تكفل بدفع قيمة الديون، وهو ما سيسمح للنادي بخوض المنافسة دون مشاكل، وكذلك باستخدام اللاعبين. وأكدت الصحيفة على أنه تم توقيع كافة الوثائق الخاصة بنقل ملكية النادي إلى مبابي مساء يوم الثلاثاء، بينما يظل بيير أنطوان كابتون مساهما بنسبة 20%. وبهذا أصبح بطل العالم في مونديال 2018 واحدا من أصغر ملاك الأندية المحترفة لكرة القدم في التاريخ، وذلك عبر كيان استثماري كوالياسيون كابيتال التابع لشركته. وبحسب البيان، يتعهد الطرفان بمتابعة عملية المصادقة منذ الآن أمام السلطات المختصة، لا سيما أمام المديرية الوطنية للرقابة الإدارية التابعة لرابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين DNCG. وتولى زياد حمود، وهو شخص قريب من اللاعب والمدير الاستراتيجي السابق لمجموعة بين الإعلامية رئاسة النادي، منذ أشهر عديدة المدير العام لشركة انتروكونتد فينتشرز التي تدير حقوق صورة لمبابي. وقال حمود: باعتبارنا مستثمرين في هذا المشروع، نحن متحمسون للغاية لمواصلة تطوير استاد كان مع PAC Invest. وأضاف: نحن مصممون على خلق بيئة حيث يمكن للمواهب الشابة أن تزدهر، وحيث يمكن للنادي أن يدافع بقوة وطموح عن هويته. وقال رئيس بلدية كاين أريستيد أوليفي: علينا أن نؤمن أن تلك الأوقات القليلة التي قضاها كان في شبابه تركت أثرا لديه. يا له من فخر رؤية بطل مثل مبابي يستثمر في كان.